السلام عليكم. الفيديو اللي فات عمل قلق وتوتر، انا مش عارفه ليه، والانبوكس كان هيفرقع من الرسائل. الرجاله بيشتموني والسيدات بيقولوا لي عندك حق، اخيرا حد قال الحقيقه. انا فعلا حصل معايا كده، نفس اللي حصل معايا. طيب يا اعزائي الرجال، ده سبب من ضمن الاسباب، ما قلتش ان كل اسباب الزواج التاني كده، لكن ده سبب وحاصل وبيحصل وهيحصل. ويا سيدات، صارحوا أزواجكم وقولوا لهم على احتياجاتكم قبل ما يروح يتجوز جوازة تانية يا خايبة. رسالتي النهاردة بقى للزوجة التانية، الزوجة التانية المظلومة اللي الكل بيقول عليها الحرباية اللي خطفت الزوج. لا، الزوج ده كائن عاقل ما بيتخطفش إلا إذا كان عايز يتخطف. دي نقطة خلينا عارفين. لكن هي في الواقع أحيانا كتير بتبقى مظلومة وبيبقى مضحوك عليها زي الزوجة الأولى بالظبط، وبتصدق اللي بيتقال لها. فكلمتي ليكي النهاردة، قبل ما تروحي تتجوزي راجل متجوز لازم تتأكدي هو جاي لك ليه. جاي يعوض نقص عنده ولا جاي فعلا علشان احتياج ناقصه؟ وده تعرفيه ازاي؟ تعرفيه من انك تتكلمي معاه بوضوح وبصراحة. تعرفيه انك لازم تشوفي الزوجة التانية وتتكلمي معاها او تسألي عنها او تسألي عنهم. اوعي تقبلي بجوازة في السر. ليه؟ لان انت بني ادم محترم، فلازم جوازتك تبقى في العلن، سواء بالنسبة لزوجته الاولى واهلها او للمجتمع ككل. ليه الزوجة الاولى لازم تبقى عارفة؟ علشان لما تعمل مشاكل او تخيروا ما بينك وبينها، هو يختار من اولها وانت تبقي عارفة. وكمان لو في مشاكل تبقي متأكدة انه راجل وهيقدر يحل المشاكل دي، وهيقدر يقنع زوجته الاولى، او هيقدر يكمل معاكي. لكن تتجوزي وبعد الجواز بشهر باتنين بسنة زوجته الاولى تعرف فتخيروا او تعمل مشاكل، هيختارها هي، هيختار ولاده. وانت وقتها اللي هتجيلي تشتكيلي، وياما جولي واشتكولي وعيطوا بالدموع وقالوا كان بيضحك عليا. عشان كده أرجوكي يلي داخلة على زواج تاني، خليكي عارفة ان انت تستاهلي راجل بجد، راجل يدافع عنك ويبقى قد القرار اللي خده.